ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبسعادة وراحة بال. حلقة النهاردة بسيطة في كلامها لكن مهمة جدا في مضمونها. حلقة تفيد كل واحد مقدم في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو سكن لكل المصريين مهما كان إعلانك 14 15 16 أو سكن لكل المصريين 5 أو سكن لكل المصريين 7 أو حتى الإعلان التكميلي. فلو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان غيركم يستفيد. هنتكلم النهاردة عن أسباب الرفض في الإسكان الاجتماعي، سواء الرفض ده جه من الاستعلام الميداني أو من البنك أو حتى من صندوق الإسكان الاجتماعي نفسه. مش عارفين ليه ولا إيه السبب الحقيقي ولا إيه المفروض اللي كنت تعمله أو ما عملتوش. والحقيقة كل إعلان من الإعلانات اللي فاتت مر بنفس المراحل دي، يعني سواء مقدم في الإعلان ال14 أو ال15 أو ال16 أو حتى سكن لكل المصريين 7. القانون واحد، النظام واحد، الشروط واحدة، واللي ينطبق على ده بينطبق على ده بالضبط. فاكرين لمّا اتقال إن سعر الفايدة زاد، ناس كتير قامت تقول يعني كده القسط هيزيد، يعني كده مش هنقدر نكمّل، لكن الحمد لله جات الأخبار المفرحة. رئيس مجلس الوزرا بنفسه ومعاه الدكتورة مي عبد الحميد أكدوا بشكل رسمي إن الفايدة ما فيش فيها أي تغيير، يعني اللي كان فايدته 3% هيفضل 3% سواء كان إعلان 14 أو 15 أو 16. الناس دي كلها متطمنة تمامًا إن الفايدة زي ما هي. أما بالنسبة للإعلانات الجديدة سكن 3 التكميل فايدته 7.5، سكن 5 فايدته 8، سكن 7 فايدته 8 للمنخفض و9% للمتوسط. بس اللي يهمك إنك لو الإعلانات القديمة 14 15 16 فالفايدة 3% زي ما كانت، وده بيطمنك إن القسط بتاعك مش هيتغير ولا يزيد. نخش بقى على السؤال اللي الناس كتير جدًا بتسأله كل يوم، ليه لحد دلوقتي ما جاليش استعلام ميداني؟ أقول لك بكل بساطة في احتمالين لا تالت لهم. يا إما الصندوق لسه موصلش لترتيبك في الأولوية داخل مدينتك، أو يا إما المستعلم حاول يوصل لك لكن مقدرش، يا رقمك كان مقفول يا مشغول يا اتغير. وده بيحصل في مدن كتير جدا زي حدائق العاصمة، العاشر من رمضان، 15 مايو، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، كلها ماشية بالترتيب واحدة واحدة. الصندوق بيشتغل بمراحل وفي جدول زمني، تقريبا الإعلان ال14 هينتهي على 4 مراحل: نهاية ديسمبر اللي جاي، نهاية مارس، نهاية يونيو، نهاية سبتمبر. يعني من هنا لحد نهاية 2026 المفروض تكون كل الاستعلامات الميدانية خلصت بإذن الله، وده طبيعي جدا ومفيش فيه أي تأخير من الصندوق زي ما الناس فاكرة. طب واحد يقول لك جاري كلموه وأنا لسه ليه؟ هنا لازم تقف وتراجع نفسك، هل رقم تليفونك اللي على الموقع هو نفسه اللي معاك حاليا؟ لو اتغير أو ضاع منك لازم تكلم الصندوق فورًا وتحدث بياناتك. ليه؟ لأن المساعلم لما بيحاول يرن عليك لو لقاك مش بترد أو الرقم غير متاح بيكتب في التقارير تعذر الوصول للمواطن، وساعتها الصندوق بيعلق طلبك أو يرفضه مؤقتًا. يعني ببساطة ممكن تترفض لمجرد إنك ما ردتش على مكالمة. فخلي بالك جدًا من النقطة دي نقطة ناس كتير بتقع فيها. ومن ضمن الأسباب الرفض التانية برضه، واحد لو المساعلم لقاك ساكن في شقة تمليك أو ورث، لو الشقة باسمك ومسجلة في الشهر العقاري فخلاص ما ينفعش تاخد شقة تانية من الدولة. لكن لو الشقة ورث ومعاك إخواتك أو والدتك تعمل إعلام وراثة وتثبت إنك مش المالك الوحيد، وساعتها الملف بتاعك بيكمل عادي جدا. اتنين، لو المرتب كان أعلى من الحد المسموح، بعض الناس وهي بتقدم بتكتب مرتبها بالحوافز والبدلات والمكافآت، وده بيرفعها فوق الحد المسموح حسب حالتها الاجتماعية، فساعتها الصندوق بيرفض نهائي للأسف. تلاتة، لو بعد الاستعلام الميداني ما تابعتش مع البنك، في ناس بتوصل لمرحلة الاستعلام وبعدها ما يحصلش أي تواصل مع البنك فبيقعدوا ساكتين وتمر سنة وسنتين والملف يتحط في الأرشيف، وساعتها خلاص الصندوق ما بيتعاملش مع الملف تاني. فأرجوك ما تسيبش الملف يتركن، تابع بنفسك، اتصل بالبنك واسأل الصندوق لو حصل تأخير. فاللي جاله مكالمة من المستعلم ياخد الموضوع بجد جدا، خليك دايما جاهز وخلي تليفونك مفتوح على طول، وخلي بالك من كل مكالمة بتجيلك حتى لو رقم غريب. في ناس فعلا كانت هتستلم شقتها لكن راحت عليها فرصة عمرها لمجرد إنهم مردوش على مكالمة واحدة. فالخلاصة الفايدة في الإعلانات القديمة 14 15 16 زي ما هي، اللي لسه ما جالوش استعلام غالبا لسه دوره جاي. لو رقمك اتغير بلغ الصندوق فورا.
لو المستعلم كتب تعذر الوصول فده معناه تعليق الطلب أو رفضه. بعد الاستعلام تابع مع البنك وما تسيبش الملف يتجمد. فأنا بطلب منكم تشاركوا الحلقة دي على أوسع نطاق لأنها ممكن تنقذ ناس كتير من الرفض أو التأخير. واكتبوا لي في الكومنتات هل حضرتك جالك استعلام ميداني؟ ولو لأ فأنهي مدينة مقدم عشان نقدر نتابع مع بعض المدن واحدة واحدة في الحلقات الجاية بإذن الله. وخلي عندك دايما يقين إن رزقك مكتوب، بس لازم تسعى وتتابع وتفهم كل خطوة ماشية إزاي. ما تستعجلش، ما تحبطش، ما تفقدش الأمل، لأن اللي بيصبر بيكسب واللي بيتابع بيتقدم. وربنا دايما بيكرم اللي عنده نية صافية وصبر جميل. وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم بالتفصيل عن الاستعلامات الميدانية في إعلان 14 في كل المدن، وهنقول بالأرقام مين اللي جاله ومين لسه عشان تبقوا على علم كامل بخطوات المرحلة الجاية. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول.